ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تورته النهارده تورته رقيقه جدا وبسيطه في نفس الوقت، تقدري تنفذيها بكل سهوله. تقدري كمان تنفذيها على التورت الميني، مش شرط تورته كبيره. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، بس اهم حاجه ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو، علشان انتوا بتتفرجوا بتنسوا تحطوا اللايك. وكمان في ناس ما بتكملش المشاهدات، وده حاجه بتزعلني جدا، لان الفيديو ما بيترفعش ولا بيوصل لعدد من الناس. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي قالب السيليكون ده، هو بتاع اللولي بوبس، سواء بالسكر او بالشوكولاته او بعجينه السكر، بيكون حلو جدا. لو مش عندك القالب ده خالص، هاتي قطعه مدوره وحطي على ورقه زبده اول ما افرش السيليكون، وابدأي صبي فيه الشوكولاته زي ما انا صبيت كده بالظبط. ادهني القالب السيليكون نقطه زيت بسيطه خالص عشان الشكل يطلع معاكي بسهوله وما يتكسرش منك. تمام، يعني مش شرط خالص يكون عندك القالب السيليكون ده. انا في اول الفيديو زي ما شفتوني كده حاولت ان انا احط اللي هي العصيان بتاعه اللولي بوبس، فما سبتتش خالص في الشوكولاته، عشان الشوكولاته طبعا بتكون سايحه، بتكون لسه دافيه. يعني انا جربته قبل كده في اللولي بوبس اللي هي بالسكر. السكر علشان تقيل وبيمسك بسرعه، فعلى طول اول ما بحط العصايه وبصب عليها فبتمسك على طول، لكن في الشوكولاته لقيتها صعبه شويه. فشلت العصيان خالص، قلت انا هجمدها في الفريزر وبعد كده برضو هوريكم هنلزقها ازاي. حطيت الاول شوكولاته. الشوكولاته مسيحاها، حط عليها معلقه زيت كبيره لكل 100 جرام شوكولاته. ما بحطش زيت كتير علشان بعد كده برضو تبقى متماسكه وما تبقاش طريه. بعد ما بسيحها بحط بقى اللون الابيض زي ما هو كده، وبعد كده لونت باللون اللي هو البودره او بالوان الزيت. يعني انا لونت معاكم في الفيديو باللونين، لون بودرة الاول اللي هو اداني البينك الفاتح، وبعد كده لما حبيت اغمق شوية حطيت احمر زيتي. لكن ما ينفعش خالص الوان جل، هتلاقي الشوكولاتة قفشت معاكي ومش هتعرفي تصبيها خالص. يبقى لازم الوان بودرة او الوان زيت لتلوين الشوكولاتة. تمام. بعد ما جمدتها في الفريزر بقى، جبت العصيان كده زي ما انتم شايفين، والشوكولاتة كده مش سايحة ولا جامدة، وبدأت ان انا احط كده على العصاية والزقها كويس جدا في الدوائر اللي انا عملتها. ممكن تجيبي كيس حلواني وتعملي برضو كده قطعة على الدايرة، وبعدين تثبتي فيها العصاية. انا كسلت بصراحة فعملت كده بالمعلقة. تمام كده جهزت معايا اللولي بوبس كلهم بكل الالوان، تقدري تعملي بقى اي لون انت عايزاه. دلوقتي هعمل واحدة ماكرون كان حجمها كبير شوية. انا عندي القالب السيليكون برضو بتاع الماكرون صغير شوية، فانا حبيت اعمل المقاس الكبير فعملته بالشكل ده. وزي ما قلت لكم، لو ما عندكوش برضو القالب ده، هتجيبي بقى قطعة صغيرة وتبدأي تقطعي، مفيش مشكلة خالص، المقاس بقى اللي انت عايزاه. عملت الجزء الابيض وعملت الجزئين بقى البينك كده، هديلها بس شكل الماكرون كده اللي هو بيبقى من الطرف ده. بجهز طبعا الحاجات دي كلها قبل ما ابدأ في التورته، عشان تكون جاهزة معايا كده ما تعطلنيش بعد ما اخلص التورته. تمام كده عملت الماكرون كمان، هسيبهم بقى على جنب، وبعد كده هنبدأ نشتغل في الكيكة بتاعتنا. التورته دي عملتها ب6 بيضات، كل جزء فيهم عملته ب3 بيضات، و275 جرام دقيق سبونج، ومعلقه صغيره محسن جل، وربع كوبايه ميه او تلت كوبايه ميه حسب الاسبونج معاكي، اذا كان تقيل ولا هيتظبط بربع كوبايه بس. وبعد كده حطيتها في صينيه، انا بسوي كل نص لوحده. الصينيه دي مقاس 22، بسويها على درجه حراره 180. وطالما عامله كل نص لوحده ب3 بيضات، يبقى مش هنزود عليها مدة التسوية خالص علشان ما تتحرقش مننا. يعني ممكن تاخد في الفرن حوالي 30 دقيقة او 35 دقيقة حسب الفرن بتاعك. بعد ما بتبرد خالص ببدأ بقى اضرب لها الكريمة، هي بتاخد حشو من جوه كوباية ونص. ممكن تضربي بقى الكوباية ونص على بعض، وبعد كده تاخدي الجزء الابيض لوحده والجزء الشوكولاتة تزودي عليه جناش شوكولاتة. وبتاخد كوباية الا ربع تقريبا في التجليس. انا عملت كوباية عشان اعمل منها روزيتات كمان. بدأت بقى ان انا اجلسها بالشكل ده كده، بديلها طبقة اولانية وبعد كده برجع اديلها طبقة تانية، علشان بس ما يكونش في اي حاجة من فرافيت الكيك او لون الكيك حتى ما يبانش في الكريمة من بره.
وبدأت احط بقى الاشكال اللي انا عاملاها. دي طبعا منزلاها من برنامج بنترست. ونزلت كمان الصورة، كل حاجة نزلتها من بنترست، وبدأت ان انا اشتغل في التورتة بتاعتي. مقاس الصورة بتحدديها حسب المقاس بتاع التورتة بتاعتك، سواء عايزاها تاخد التورتة كلها او تاخد جزء منها، يعني زي ما انتي شايفة او زي ما انتي الصورة قدامك وعايزة تعملي زيها. بدأت بقى احط روزيتات. انا لونت من بقية الكريمة، حطيت من اللون الفوشيا الجل، وبدأت اعمل روزيتات كده بالشكل ده. طبعا انتي وذوقك بقى في الروزيتات دي. انا عموما كان عندي صورة بعمل زيها، بس برضو كل واحد بيطلع ذوقه في التورته اللي بيعملها. مهما كانت قدامك صورة، بيطلع ذوقك برضو في التورته. يعني مش بتطلع تبكى الصورة اللي قدامك، لا، لازم ذوقك برضو يتحط في الحاجة اللي انت بتعمليها. وكسرت اللون بالشكل ده كده بروزيتات من اللون الابيض. كده تمام. بدأت احط بقى الشوكولاتة اللي انا عملتها. تقدري برضو تعمليها بعجينة السكر، مش شرط خالص تكون شوكولاتة، وتقدري تعمليها بالسكر. انا كنت عاملاها قبل كده بس كانت على القناة القديمة، ان شاء الله برضو ابقى اعملها لكم مرة على القناة دي. هي بتطلع حلوة وشيك في جميع الاحوال. وممكن برضو والشوكولاتة دي لسه طرية كده، تحطي عليها سبرينكلز او فراشة مثلا او اي شكل انت عايزاه، حسب برضو الشكل اللي انت عايزة تنفذيه. يعني تقدري تضيفي لها حاجات. لقيت اللولي بوبس كده كبيرة ومغطية على الوش الجهادي، فجبت واحدة اصغر ونقلت مكانها للجهة التانية. وبدأت احط بقى سبرينكلز بالشكل ده كده، يكون لونه برضو لايق مع الكريمة ولايق مع التورتة اللي انا بعملها. تورتة بسيطة جدا وسهلة، وكمان عجبت العميلة قوي قوي. بعتت الحمد لله، شكرتني وبعتت لي ريفيو حلو قوي على الجروب بتاعي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير.